معنا محمد طلال الناطق الرسمي لفريق الوداد. سي محمد طلال، مرحبا بك. مرحبا بالصديق والاخ جمال السطيفي والمحللين الكرام ديالو وجميع المشاهدين ديال قناه الرياضيين. فسي محمد طلال يعني كيتواجد معنا سي محسن الشرقي والسي محمد السهيل، واحد ايضا من رموز فريق الوداد. محسن، لا الاخوين بجوج غنيين عن التعريف. سي محسن راه حضر معنا في الهزيمه امام تطوان ولا والاقصاء المر، والسي ابو السهل كان سي محمد السهيل. سي محمد السهيل اسمح لنا السي سهيل ومبروك على السي محسن. الله يحفظك. فسي محمد، يعني طلال، يعني اللحظه ديال وصول مجسم كأس العالم للأندية عشتها يعني العائلة الودادية، عشتها أيضا كمكتب مسير لفريق الوداد، ولكن السؤال يعني كيف يمكن أن يستعد الوداد يعني للمرحلة المقبلة، وكيف يمكن أن يستثمر يعني في هذا الحدث اللي شفنا بعض يعني من التداعيات ديالو فقط في لحظة استقبال يعني مجسم كأس العالم للأندية، فما بالك حينما غتبدا الصافرة ديال مباريات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية؟ أكيد بعدا لكل حادث حديث، والحديث اليوم على حول الحفل واستقدام كأس من هذه القيمة اللي جات على غرار بزاف الدول اللي زارتها، الا ان في المغرب كان استثناء بشهاده الناس اللي جابوا هذا الكاس اللي كينتميوا للفيفا، اللي قال لك ما عمرهم شهدوا في جميع البلدان اللي زاروها، ما شهدوش بحاله الاقبال والاستقبال وحفاوه الاستقبال اللي عرفتها الكاس. فعلا كان حدثا تاريخيا. ما عرفتش، كنتمنى من الله تعالى انه يزور المغرب مره اخرى. وبما ان ليست المطالب كلها بالتمني، خاص الخدمه كيف ما خدم الوداد دوبوي 10 سنين. انا بغيت نرجعك معايا سي جمال وسي محسن وسي سهيل وجميع المشاهدات والمشاهدين الكرام، ان هذا المسار ديال 10 سنوات اللي جاب لنا هذا الكاس للمغرب بدا باول، انا اتذكرها اليوم وكان نعطيك الحصر ديالها، ان اول ديبلاسمون ديال نادي الوداد من بعد الفوز ديالو بالبطوله الاولى مع طوشاك كانت الى دوله النيجر 2014، وذهبنا هناك وكان طوشاك معنا، وطوشاك من ريال مدريد من ذاك المستوى العالي غيدير اول ديبلاسمون لشي فريق افريقي اللي هو جمارك النيجر. صح. اول ما نزلنا في المطار كنتسناو باش نلقاو الكار اللي هو البيس، كنلقاو واحد الفورغونات ديال البضائع التجاريه، دونك نقل البضائع خاصه. كنعقل على طوشاك وغيشاركني الراي جميع الناس اللي كانوا معايا بما فيهم الدكتور علاء ونصير والبقيه كتعرفوها. غيضرب الساك مع الارض طوشاك وغادي يقول فين جيت، فين جاي كنافس. دونك كانت بدايه، كان القدم الاول فيغ هذا الشيء اللي وصل ليه الوداد انه يستقدم. دونك ما كانش داك الشيء بالسهل كيف ما قلت، ولا اجد حرجا في تكرارها. كانوا ناس بزاف اللي حضروا معنا لهذا الحفل، وكانوا الناس اللي غابوا علينا، بالناس اللي صنعوا هذا التوهج ديال 10 سنوات. اكبر هاد الناس هو كنعاود نقول بان سعيد الناصري وما اعده للجميع، الكتائب اللي داز بما فيها مدربين تقنيين اللي كان فيهم حتى ابو سي سهيل، وغادي يشاركني الراي اللي ما عمره زعما بخل علينا لا بكبيره ولا لا. سي محمد السهيل كان انذاك مدير رياضي، كان مدير رياضي، وكان مدير رياضي في المكان ديالو، ماشي حيت كاين فقط حيت لاعب سابق للوداد، كان ودار الخدمه ديالو بيان كوم الفو. هذه شهاده غادي نقولها في وجهه، انا اللي واكبت العمل ديالو، وراه كل واحد الحصيله ديالو كتهضر عليه. دونك هاد 10 سنوات كانوا فيها حاضرين وغائبين. هضرنا على الغائب الاول، هضرنا على بزاف الناس اللي غادرونا لدار البقاء، كنترحموا عليهم في هذا النهار. 10 سنوات ما كانتش سهله. دونك جا الكاس للمغرب، حاولنا حنا نديروا واحد الباركور سي محمد نعرفوا بمدينه الدار. سي محمد، هذا الارث ديال هاد العشر سنوات بالنسبه لفريق الوداد يتوج بالمشاركه في كأس العالم للأندية
اللي لاول مره ب 32 نادي. ولكن السؤال، هذا الارث اللي لقاه هذا المكتب المسير، هذا المكتب المسير الحالي اللي كيقودوا يعني هشام ايتمنى، ماذا يهيئ ليصنع بدوره ارثا جديدا لفريق الوداد ولكرة القدم المغربية؟ هذا ارث حنا متفقين انكم لقيتوه، كنتي انت جزء منه لانك كنتي في المكتب المسير السابق، ولكن ماذا يهيئ هذا المكتب المسير باش هو يدير الارث ديالو؟ عرفتي من الصعب السي جمال انك ملي كتجي وكتلقى لابار طالعه في شي بلاصه، راك خديتي واحد البرهه عاد بديتي بالجواب. اكيد لا ما عرفتش شنو وقع في لو ريزو. لا تفضل. قلت لك ملي كتجي لواحد المكان وكتلقى داك من سبقك طلع النيفو بزاف. الوداد اما بطل، اما في كاس عصبه الابطال الافريقيه، سواء بطل سواء فينال سواء دومي فينال، سواء بطل في البطوله الوطنيه وبطوله عصبه الابطال الافريقيه. دونك من الصعب انك تقارن اليوم هذا المكتب المسير، ولو انني انضممت اليه حديثا، ولكن كيمكن لي نقول لك بان الامور كلها متوفره لديه من طموح واراده وكاع هذاك الكلام الكبير. ولكن اشنو خاص الالتفاف حول واحد الحاجه، حيت اذا لم كتقوى هذيك الجبهه راه ما يمكنش توصل لواحد المكان. انا كنقولها واتحمل مسؤوليتي فيما السي محمد، اكثر من هذا الالتفاف اللي عاشوا يعني فريق الوداد في هذا الموسم. والله انا اطالب بالالتفاف الان واكثر من اي وقت مضى. غادي تقول لي واش خاص غير التفاف فقط؟ لا، الوداد اليوم انت سولتيني على الكاس العالم. يمكن انا بالنسبه لي الا غنكون التصريح ديالي احترافي، انا كنت كنتكلم معك على الماتش ديال الاربعاء امام اولمبيك اسفي باش نعدوا هذه العده اللي ما ينتظرونا في البطوله الوطنيه دابور. نعم، باش نمشيو حنا الا مشينا منهكين نفسيا لامريكا، راه الانتداب كما بغيتي دير ليه راه ما يمكنش لك توصل. كنقول بان اليوم الحديث حنا داخل اداره الوداد هو اهميه مباراه الاربعاء، باش نبقى واخدين في العود مكان. للاسف الشديد كان الامل في يدينا، وكان حنا بالنسبه لنا حنا اللي المصير ديالنا في يدينا ولا في ايادي اخرى. اليوم غادي نقول بان الاربع مباريات اللي بقات بالنسبه لي دابا انا وكناطق رسمي للفريق، انا كنقول باكبر اهميه من كاس العالم، لان كاس العالم غنعاود نقولوا اسمي على التكرار هو لكل حديث حديث. كاس العالم تي اوبليجي راه غتلعب مع المان سيتي هذاك نتيجه هذاك النتيجه ديال واحد السنوات ديال العمل ديال التتويج بدوري ابطال افريقيا اللي منح الوداد المشاركه في كاس العالم للانديه في الدوره يعني المقبله بالولايات المتحده الامريكيه. النتيجه كيتي راسك فيها. نعم سي محمد، كاين سؤال ديال سي محمد سهيل يعني كنحييك وكنحييك على ما تقدمه ما قدمته وما تقدمه الوداد، انما صدقني السؤال ماشي باش ندير الاحراج، وكنعرفك من المتابعين وكنعرفك صريح، لانه ما راجت في الفتره الاخيره ومرتبط بالحفل اللي كنهنيكم. كان حفل رائع وكما اشرتي يعني بالاشاده ديال الناس اللي جابوا المجسم وكيمثلوا الاتحاد الدولي. هو الكلام اللي جاء على غياب الاسطوره زكي، بمعنى انه كنعرف بانه كتروح خصوصا ما زاد الطين بله هو الدعوه اللي توجهت ليه من النادي ديالو مايوركا. وهل كان يعني نسيان ام تناسي؟ السي سهيل، شوف انا غنتكلم معك بحال كتعرفني، كنت شهدتي بها وكنشكرك بالصراحه ديالي اللي ما عمرني قلت كلام من غير في الجانب ديال الصواب وديال ماشي ديال الصواب، ديال الصراحه وديال الحقيقه. غادي نقول بان انا كباقي الناس تابعت باسف شديد زعما في المواقع الاجتماعيه انه الوداد نسات الزكي من لانفيتاسيون. ربط الاتصال بالسيده اللي مكلفه عندنا بالتنسيق ديال الاعلام، لانها كانت هي اللي تعطاتها المهمه مع الناس اللجنه التنظيميه انها دير. صيفطت لي ان كوبي بار واتساب فيها بادو الزكي، واشهد الله على ذلك، ومن بعد نقدر نعطيها للسي جمال السطيفي ياخذ فيها عاوتاني السبق. فيها بادو الزكي، ولكن فين وقع المشكل؟ واش تربط به الاتصال ولا ما تربطش؟ انا مباشره بعد ما جاتني، واشهد الله على هذا الكلام اللي كنقولوا، السي بادو الزكي راه الله يطول عمره، اول ما توصلت بها اتصلت به
مع 2:30 الصباح. ديك الساعه لو سواغ ديال درنا هذيك ليفينمون هذاك الحفل، وكان بالليل العشاء، والغد غيكون غتجي لا كوبل مركب محمد الخامس القاعه المغطاس باش يتصوروا معاه الناس. صيفط له واحد الرساله مع 2:30 الصباح كنقول له اعتذر باسم المكتب المديري لنادي الوداد، وكنقول ما عرفتش اشنو وقع بالضبط، واش عيطوا ليك واش ما عيطوش. اللي غنشهد الله عليه هو انه عندي فلاليس صيفطوها ليا، كاين بادو الزكي الى جانب بزاف الاسماء. قاعه كتهز مثلا 200 ديال الناس، جاو لها غير 60 ولا 70، كتبقى بزاف ديال علامات الاستفهام. واش دارت هذيك؟ ما نقدرش نتحمل المسؤوليه ديال شكرا على التوضيح، شكرا على التوضيح. ولكن اشنو كان من بعد 11 الصباح كيعيط لي السي بادو الزكي مشكور، وراه يمكن كنتمنى من الله يكون كيتابع البرنامج، واكيد انه كيتابعوا. كيتصل بيا كيقول لي بان الله يخليك السي طلال ما تتبعش هذاك البوليميك، هذاك الحفل ديال العائله ديالي وديال الاسره ديالي، وانا ما يمكنش لي ندخل في هذا البوليميك. في اي وقت بغيت نزور العائله ديالي راه غنهز طوموبيلتي وغنجي. غنقول له سي بادو الزكي الله يجازيك بخير، كبر بينا اليوم واجي تاكيدا هذا الشيء اللي قلتي. اجي تلقاني كنتسناك في مركب في القاعه المغطاه ونخرج عندك وكذا وندخلك. قال لي الا ساليت شي غرض راه غادي نجي. ما كتبش انه جا، ولكن انا اليوم كنقول الصراحه كما شهدتها والله شاهد على ذلك. فديال يعني الروايه ديال ما وقع بالنسبه يعني عدم حضور ديال بادو الزكي، اللي هي بادو الزكي اسطوره الحفل يتشرف بحضور يعني بادو الزكي، ويعطي ايضا ثقل للحفل وايضا لاسم يعني فريق الوداد. سي محمد، يعني ايضا كان صحيح انه المباراه المقبله يوم الاربعاء امام اولمبيك اسفي، ولكن كان حديث في وقت سابق عن المدرب رولاني موكوينا، عن امكانيه الانفصال عن رولاني موكوينا من بعد المدرب يعني ما زال يعني في مهامه. اشنو اللي تغير، خصوصا انه كان حديث على انه مباراه الديربي اذا لم يفوز سيغادر؟ ما كانتش مباراة ديربي هي الشرط لمغادرة موكوينا، بل كانت 5 المباريات، لأن هي إلا رجعت عاوتاني وكررت هذا الكلام كثير في منابر إعلامية السي جمال، أنني قلت عنده واحد البند في العقد اللي كينص على أنه، وهذا ليس كلامي لوحدي ولكن أنا كناطق رسمي دابا كنقول لك ما يتمخض عن الاجتماعات، وداك الشيء الكلام ديال زعما اللي المركز الثاني يتبناه المكتب المسير لنادي الوداد، انه عنده واحد البند في العقد اللي كيقول الا ما سواء البطوله سواء ثاني البطوله، نعم، سواء المغادره بشكل مجاني. انا كنقول كلام كما اتوصل به وكما يتمخض في اجتماعات. نعم. انت ماشي ناطق رسمي باسم ديالك، انت باسم المكتب المسير لنادي الوداد. لا كاين شي حوايج بحال الجواب اللي قلت للسي محمد ابو السهل الصديق العزيز، قلت له هذا الكلام ديال الزكي وانا اتحمل فيه مسؤوليتي بشكل شخصي، وهو في كل الاحوال الصفه حاضره. سي محمد طلال، هو في كل الاحوال الصفه حاضره. المهم سي جمال لا بدا يدخلني في الناطق الرسمي، نتحمل المسؤوليه بزاف ماشي مشكل. بالنسبه لموكوينا عنده 5 المباريات، لان كان من الصعب انك تحيدو قبل المباراه ديال الديربي، ونظرا لاهميه مباراه الديربي. ولو انني اللي غتسولني انا منين نجلس معاك مثلا في مقهى من المقاهي تقول لي رايي، نقول لك هذا خصو يمشي في حاله مثلا، ولكن واش لو بون سونس اي لا لوجيك، واش كان ممكن يتخذ قرار مثل هذا قبل المباراه الديربي؟ كان على المكتب المسيري ان يتحمل مسؤوليته، لان في الخساره يقولوا حيت المدرب في كذا، وفي الفوز غادي يفوز بها هذاك المدرب اللي غيجي جديد. دونك سيتي تري ديفيسيل. من بعد ماتش ديال تطوان يمكن غتقول لي كان اتخذ فيه القرار شحال هذه، نقدر نتفق معك قبل الماتش ديال تطوان اصلا. اما ملي لقيتي راسك عندك 5 المباريات، ما كان على المكتب المسير الا انه، خاصه انه طلب من بعد الخساره والهزيمه التاريخيه امام المغرب الفاسي ب4-1، طلب انه امام المغرب الفاسي 3 مباريات ونمشي في حالي الا ما ربحتش فيهم، ربح 5 متتاليين. دونك تجددت فيه الثقه. ملي غادي وقع نفس الشيء امام المغرب التطواني، الفريق اللي كيصارع من اجل النزول وكنتمنى له حظ سعيد،
ما كتضعفش هادشي بالمستوى ديالو، كيبقى فريق كبير. زعما كانت شويه هذيك الضربه التي قسمت ظهر زعما الوداد، وبينات بان المدرب فلسفته لا تصلح لفريق الوداد، ولكن جدد فيه، قال اعطيني 5 المباريات ماشي مباراه واحده بما فيها وكانوا بنفس الاهميه، بما فيها اسفي والجيش وكل المباريات المتبقيه، وخداها الثقه هذه. كنتمنى من الله انه من نهار الاربعاء ياسيوري لنا ويأكد بانه فعلا لاعب على التالي. كاين ايضا سؤال من عند السي محسن الشرقيس. محسن تفضل. انا عندي ملاحظه فقط، وهذا الحديث عن الوداد غيجرنا هذا الكلام، لان غيرتنا على هذا الفريق ما كتقلش على الغيرة الوداديين الفعليين الحقيقيين. طبعا اللي كيتلاحظ على فريق الوداد انه تاريخيا ما عمره قدم على واحد، تاريخيا وانا كنت بتبعه تقريبا في هذه 10 سنين، ما عمره اختار القطيعه، ما عمره اختار القطيعه الجذريه ويبني فريق من جديد كامل من جديد بواحد المدرب اللي ماشي هو البروفيل ديال المرحله. علاش؟ لان ماشي هو لو استراتيجيان، ماشي هو لو تاكتيسيان، ماشي هو اللي عنده ديك النظره شامله، ما عندوش واحد الخبره كبرى. مثلا البدايه في 2014 ملي كانت مع توشاك كانت هضره اخرى ملي كتقول توشاك. دابا الان اللي بقينا هو ملي كنرجعوا 15 مدرب اللي جابت الوداد قبل موكوينه، كنلقاو موكوينه واحد البروفيل اللي هو بحال مقحم دون تقليل منه. سؤال محسن، اذا واش في الافق نشوفوا عاوتاني تغيير اخر جذري، ولا الوداد غتبقى محافظه على علامات وملامح الاستقرار حاليا؟ شكرا سي محسن على السؤال. بالنسبه الى قارنتيها مع الفتره اللي جا فيها توشاك، ملي جا السي سعيد الناصري فرج الله كربته، حافظت الوداد ديك الساعه لوساتور على العمود الفقري ديال الوداد. بقى ايفونا، بقى العمراني، بقى يوسف رابح، بقى بالرابح، بقى لوساتور ديال الفرقه. ملي جيتي دابا تقريبا غادي نقدر نقول لك 92% كله جديد، بما في اعضاء المكتب، بما في اداريين مستخدمين. دونك من الصعب ان نقارن بين المرحلتين. اليوم الوداد ملي جابت مكوينه، باش كل حاجه نقولوها لبلاصتها، واخا ما معناش هشام يتمنى، راه كان عليه الاجماع. سي جمال، انا اليوم ملي كيتكلم معايا شي واحد ملي كنتلاقى به في الشارع كنقول لي واش نهار اللي سمعتي مكوينه ما فرحتيش به، لان تداولت المنابر الافريقيه بانه غيمشي للاهلي باغا الترجي، سي فغي، سيتي زعما فغي هذه القضيه هذه. دونك ملي جا معاك الفلسفه ديالو ما تماشاتش معاك، ما نجحش لاعتبار او لاخر، انا لست تقني، ولكن كنقول هو سي محمد طلال، الذاكره ديالنا ما تكونش عاوتاني. سي محمد، هو صحيح تكلمتي على الحاله ديال على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء ديال الاجماع وداك الشيء، القرار يعود في الاول والاخير للمكتب المسير، والمكتب المسير دائما هو مدعو لتحمل يعني مسؤولياته بغض النظر عن اي مبررات او ذرائع، لان الجمهور هو يعني مع النتيجه ومع ان الفريق ديالو يكون دائما يعني في القمه. هنا ربما يقودنا السؤال اخر متعلق اليوم بدور الاداره الرياضيه، واليوم انه كان ايضا تم تعيين يعني مدير رياضي بالنسبه لفريق الوداد اللي هو السي محمد امين بن هاشم. فهنا الدور ديال المدير الرياضي في صياغه المشروع الرياضي ايضا بالنسبه للفريق من حجم الوداد. واكيد حنا القضيه مدير رياضي ما عندي فيها، واخد منها موقف انا في المنظومه الكرويه للبلاد، لان دائما عده فرق علمتنا بان ملي كتجيب مدير رياضي كيكون يتربص بالمدرب وبعمل المدرب. باقي حنا ما درناش لا ديفينيسيون ديال شنو هو مدير رياضي، لانه كيكون يتربص به اولا كيبان للمدرب بانه هذا اولا ماشي بالضروره المدير الرياضي كيتربص، كيكون المكتب هو يتربص وكيجيب مدرب وكيعطيه العباءه ديال المدير الرياضي. تما وعدنا هذا الشيء، فيه امثله كثيره. كيجي وكيبقى الاخر هو راه حشم يقول لي راه هذا راه جيبوا علاقه، كان المهم العلاقه ما مشبوهه. لا اذا خاص يكون الوضوح، المدير الرياضي مدير رياضي والمدرب مدرب كما يحدث يعني في كل الانديه، لان اللهم يكون القرار عند المدير الرياضي اللي كيفهم كرة القدم ويفهم اللاعبين، ولا يكون عند المسير اللي يقدر يكون يفهم ويقدر ما يكون ما يفهمش. لا شوف السي جمال، كنشكرك. المدير الرياضي هذا مشروع، راه ماشي فقط تعيين.
مدير رياضي خصو يسهر على لي ريكروتمون. خصنا نشوفوا لي ديال الناس اللي عندهم مدير رياضي حقيقي. اما مدير رياضي فقط من اجل ان كذا، هذا الشيء راه ما كنديروش. انا كنعكسوا على فريق الوداد. انا كنقول بان الوداد ويتمنى، وانا دابا ما نتكلمش بلسان كناطق رسمي، ولو ان الصفه قلتي ما ديرنيش، هو انه كنا لا ماشي مخيرين، كنا مجبرين انه بجيب امين بن هاشم نظرا لضغوطات، نظرا امين بن هاشم مدرب كبير. امين بن هاشم كنظن بانه ما يمكن له يبدا الا انه يكون مدرب ويكون ايضا مدير رياضيا. ولكن حنا في الوداد نؤمن بمشروع. حنا دائما هذا عندك يسحب لك دابا غير مثلا جا بور هذاك الامثله قلت لك السابقه اللي كانت كتوقع حتى في الوداد للاسف الشديد، وكنت واحدا من الناس ديال الماضي. اليوم كاين الا كاين ان بروجي مدير رياضي ما يمكنش يبداه في اخر الموسم او لا وسط الموسم. مدير رياضي عليه ان يدير لا بريباراسيون ديال ليكيب في الديبي ديال لا سيزون. دونك كنتمنى من الله تعالى انه يبقى معنا سي امين بن هاشم، ونامنوا بالمشروع ديالو ويكمل معنا المسيره الى بقينا. ان شاء الله. سي محمد طلال، يعني كنشكرك على يعني الحضور ديالك معنا يعني في هذا البرنامج، وايضا كل هاد التوضيحات اللي قدمتي لنا بخصوص الوداد، بخصوص كاس العالم للانديه، وبخصوص ما ينتظر الوداد في المرحله المقبله. سي محمد طلال.